السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. رجعنا وياكم فيديو جديد وافضل حساسية واعداد تحكم جيرستروب للايباد 7. هنا مثل ما تشوفون الاعداد تسوي مثل ما اني مسوين. افضل شي تحصل افضل اداء. هنا عندك 20 فريم ميديم حتى تحصل افضل اداء، وما يصير عندك تقطيع. احسن ما تخليه 60 ويصير عندك دروب فريم. هنا الايديو انا مطفي الموسيقى والمايك. هنا اعداد التحكم حسب، يعني انت اذا اعدادك متعود عليه فما انصحك تغيره. اذا تريد تسوي مثل اعدادي حتى تبيج سريع كيفك بعد. هنا الحساسية انصحك تسوي مثل ما انا مسوي اذا حساسيتك مو زينة او اذا انت متعود عليهن. بس افضل شي هو حساسية جيرستروب 400، انصحك به. حركتك تصير سريعة وحلوة. وتطفي هذا الخيار، تسوي ديسيبل ال ADS، انصحك لين راح يأثر عليهم. هنا مواجهة قريبة مثل ما تشوف، مواجهة قريبة. حساسية 400 كلش تفيدك، حركتك تصير سريعة. هنا مواجهة بعيدة، تشوف الايم حلو. بس مرة اذا تشوف الايم شوي يصعد فهذا من اثر تأثير التصوير، تثبيت الشاشة يعني يأثر عليهم وعلى الجهاز هم، على اداء الجهاز. راح يصير عندك دروب فريم. ايباد 7 مثل ما تعرفون هو قديم. هنا حتى راح تلاحظ فرق يعني بالنزول بهاي المدينة. اغلبيتهم ايباد 7 اذا 60 فريم راح يصير عندك تقطيع. هنا اني فاتح تصوير وزين ماكو تقطيع مثل ما تشوفون اول ما نزلت. بس طبعا اذا سيرفر الكونتر راح يصير عندك ضغط السيرفر كونتر، يعني كلهم مواعيد شوي راح يصير عندك تقطيع، بس احسن من قبل. مثل ما تشوفون هذا شوية راح يمين زايد، بس اني حساسية 400 كلش تساعد الايم تساعد. هنا هذا السلاح البثيث، يعني شوف الام4 احسن منه، بس انا ايمي احسن من هذا. بس ما ادري ليش من اصور شوي يصير عندي تقطيع. يأثر التصوير على الأداء. أنا نايم حبيبي والله. هذا ريس. مثل ما تشوف الأيام حلو. الستة إذا تسوي مثل الحساسية مالتي راح تحصل أفضل، لأن هذا بالتصوير شوية يصير عندي دروب. هذا حلو، شفت شلون سحب بس الأيام مالتي. هاي هنا مواجهة قريبة. ايش حلو. شوف الايم 400 افضل شي انا حسيته. يعني انا قبل كان مخليه 200 بس شوية الجيرستروب يعني مو مثل الكاميرا، بطيء. فحتى لو تخليه 400 عادي ما يصير سريع الحركة. هاي هنا البيك، انطيته بيك حبيبي والله. يعني الحساسية حلوة. هنا وصلنا نهاية المقطع. لا تنسى الاشتراك واتمنى استفاديتوا. مع السلامة.